السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. رجعتكم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غنشارك معكم كسكسو بالتفايه. ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. عندي هنا واحد الطرف ديال الدجاج نضيفو، غنقرب البصله ديالي. هنا بالنسبه للكميه ديال الدجاج نتوما اللي غتحكموا فيها، تقدروا تضاعفوا الكميه ديال الدجاج. انا درت هادشي كافينا. غنضيف هنا الزيت، نزيد الملح، ندوزو هنايا للتوابل. نضيف واحد راس معلقه ديال الابزار، نضيف نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال السكينجبير، صافي. ونرجع الطنجره ديالي فوق البوطه تشحر ونعاود نرجع معكم. صافي هنايا ندوزو نقيو الخضره. ندوزو هنا القرعه نقيوها من فوق. هنا الخضره ديالي نعاودها بالغسيل. غندوز هنايا نضيف خيزو ونحمص الطنجره ديالي ونمرقها. كتشوفوا الطنجره ديالي كتقلب على هذا الشكل. غنضيف هنا حمص، خيزو،
صافي هنا نغطي على البرمه ديالي ونخليها تغلي وندوز معكم باش نفزكو كسكسو. هنا عندي كسكسو كيبقى على حسب افراد الاسره ديالكم، انا عندي واحد الكميه ندوز نفزكها شويه هكا بالماء غير رشيشه رشيشه هكا وغنخليه يتشرب ومن بعد غادي نرجع معكم. هنا من بعد ما تشرب ليا الكسكسو ديالي وولى على هذا الشكل صافي هنايا غندوز نرجعو ايفور. غنجيب واحد الكسكاس ندير فيه الكسكسو ديالي ونرجعو ايفور الفوره الاولى. هنا كسكسو غنفورو 3 ديال التفويرات، هذه التفويره الاولى. صافي دابا نرجع الكسكسو ديالي ايفور. غندوز هنا نشارك معكم التفايه، غندير كسكسو بالتفايه. هنا عندي واحد 3 ديال البصلات بيضين غنقطعوهم شرائح رقاق على هذا الشكل كي كتشوفوا معايا. هنا البصله حاولوا تقطعوها رقيقه من احسن باش دغيا طيب لكم التفايه. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نقطع كاع الكميه اللي عندي وغنرجع معكم باش نديروا التوابل للبصله ديالنا. غنضيف هنا واحد راس معلقه ديال الابزار، غنزيد واحد نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم، غنزيد الملح غير باش نصحوا الذوق، كنعرفوا التفايه كتكون حلوه. غنزيد هنا واحد المعلقه صغيره عامره بالقرفه، غنزيد الزيت حسب الرغبه ونرجع البصله ديالي فوق البوطه تشحر ومن بعد غادي نرجع معكم. صافي هنا من بعد ما تشحرات ليا البصله ونزلات غنزيد ليها الزبيب اللي مفسخ عندي في الماء من قبل، ونزيد هنايا سكر سنيده غنضيف 2 معالق ونص ونخلي البصله ديالي طيب وغنرجع معكم الكسكسو باش نفوروه التفويره الثانيه. هنا الكسكسو ديالي من بعد ما حيدتو من فوق البوطه غادي ندوز نكبو في الكسيعه ونرشو بالماء ونخليه يتشرب من بعد غادي نرجع معكم. صافي الكسكسو ديالي هنايا من بعد ما تشرب ليا غندوز هنايا نبسبسو بيديا هكا نفكو وباش نرجعو ايفور التفويره الثانيه. انا نزيدلو شويه ديال المليحه ونرجعو في الكسكاس باش يفور. صافي هنا غندوز نضيف الخضره ديالي اللي تبقات لي، غنضيف القرعه الخضراء والقرعه الحمراء ونزيد واحد القبيطه ديال القزبور ونرجع الكسكس ديالي فور. هنا من بعد ما فار ليا الكسكسو ديالي غندوز نفسخو نرشو بشويه ديال الماء عاوتاني ونخليه يتشرب ونعاود نرجعو ايفور التفويره الثالثه والاخيره. صافي هنا من بعد ما تشرب ليا الكسكسو ديالي غندير له شويه ديال الزويته بلديه كطلق فيه واحد المذاق زوين، كتبقى فيه واحد النكهه زوينه. صافي وندخلها هكا فيه مزيان
بيديا صافي على هذا الشكل، ونرجع الكسكسو ديالي في الكسكاس يفور، وغندوز معكم للتفايه نشوفوها فين وصلت. هنا التفايه ديالي من بعد ما تعسلات وتعلكات وطابت وجات على هذا الشكل صافي. هنايا غنطفي عليها ونخليها جانبا، وندوزو باش نسقيو الكسكسو ديالنا. صافي هنا غندوز نسقي الكسكسو ديالي، هنا غنسقيه في الطبسيل. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكسكسو ديالنا. الكسكسو كيجي على هذا الشكل بالتفايه والخضره. نقرب لكم هنايا شويه الكاميرا تشوفوا معايا، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، كيجي رائع رائع جدا، مخلط ما بين الحلاوه والملوحيه. نتمنى من الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش اللي عجبوا المحتوى ديالنا يتابونا معنا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديال القناه ديالنا فضلا وليس امرا. كتشوفوا معايا كسكسو هنايا زوقناه بشويه ديال البيض مسلوق. صافي هنايا غندوزو نرافقوا الكسكس ديالنا باللبن كي كتشوفوا معايا. وهنايا اخوتي نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. شكرا على المتابعه ديالكم ومع السلامه، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.